مرحبا، يسعد اوقاتكم جميعا. اليوم حقدم لكم دجاج بكريمة الفطر مع البطاطا البوريه. فيكم تقدموها مع رز ابيض وفيكم تقدموها مع معكرونه على حسب ما انتم بتفضلوا. وصفة كتير سهلة. نحتاج اول شي انه نحمي الطاسة، ونحط فيها معلقة زبدة ونحط زيت للزبدة مشان ما تحترق. بس ليحموا بننزل عليهم نص كيلو من شرحات الدجاج، بتكون مقطعة بشكل رقيق ومتبلة قبل بيوم أو أقل شي قبل ساعتين، ببابريكا، ملح، فلفل، زنجبيل، زيت زيتون. هلأ بنزلهم شوي شوي شرحات الدجاج. شايفين شلون رقيقة الشرحة لازم تكون كتير رقيقة، أطيب تستوي بسرعة. أنا هون للأسف عندي البابريكا كتير صبغت، فمشان هيك طالع لونهم على أحمر. تحطيها شوي شوي بتستنيها لحتى تستوي وبس. تفرديها بشكل منيح بالمقلاية مشان تستوي من كل الجهات. هلا هون بلش يتغير لونها من هديك الجهة، بنقلبها بس لحتى يتغير لونهم هيك، بتركن على هذا لحتى يستووا. ما بياخدوا كتير معك لأنه رقاق كتير، يعني شي 5 دقايق مو أكتر. هلا هون استووا عندي، شلت الشرحات حطيتها على جنب، وبنفس المقلاية ما بغير المقلاية مشان استفيد من الصوص كله واللي نزل. بحط بصلتين قطعتهم ترانشات بس لحتى يدبل عندي البصل. بحط 400 جرام من الفطر المقطع كمان. أنا هون عم ضيف البصل، دبل عندي البصل، نزلت فوقه الفطر 400 جرام. وهلأ بجيب كريمة الفطر، بودرة كريمة الفطر. فيكم تستبدلوها بمعلقة طحين، بس كريمة الفطر بتعطي طعمة وزكاوي أكتر، يعني بتقلب الطعمة شي 100 درجة. كتير طيبة، جربوها بكريمة الفطر أطيب. هاي البودرة بحطها هلأ، بحاول شوي أقلبها لحتى تتغير، بعدين بخلطها مع كل المكونات، مع الفطر ومع البصل، بخلطها منيح حتى تتدخل كل المكونات مع بعض. وهلأ بحط عليها 400 ملي من الكريمة. هون بحركها منيح الكريمة لأنه مشان تتدخل المكونات مع بعض، ومشان البودرة اللي حطيتها تبع كريمة الفطر تدوب مع الكريمة. وبحط كمان 3-4 معالق من صويا صوص، كتير بيعطي طعمه، بيقلب النكهة كتير للأطيب. بحطه، وبعدين بحط كمان شوية فيكم تحطوا مرقة دجاج إذا عندكم، أو مكعب دجاج ذوبوه من المي. أنا حطيت بس مي على الحل، تقريبا شي نصف كوب. إذا لقيتوها تقلت بتقدروا تحطوا كمان مي أكتر، يعني على هوا السماكة اللي انتو بتحبوها. وبضل عم حرك لحتى تدوب كل شي بأسفل اخد كل النكهات الموجودة بأسفل المقلاية. بحركهم منيح. رجعت حطيت صويا صوص. هلا هون بالنوتي اللي بدها تساعدني اجت حطت لي ملح. ما بكتر ملح لاني حطيت صويا صوص، لازم تنتبهوا. وبحط فلفل والبهارات الإيطالية دائما ما بستغني عنها. طبعا البهارات انتوا اللي بتحبوه حطوا، ما تقيدوا بأي نوع بهارات. انتي شو بوصفتك اللي بتحبيها تبع البهارات حطيها. خلص هلا بحركهم كلياتهم مع بعضهم بعد ما حطيت البهارات مشان تتشرب مثل ما تكون النكهات كلها مع بعضها. بنتبه كتير ما ضل شي بالسفل المقلاية مشان يعني كله يفوت مع بعضه. هلا بضيف الدجاج بعد ما تسبكت الوصفة. بضيف الدجاج كمان مستوي، يعني 5 دقايق بس لحتى كمان يتشرب الدجاج من كريمة الفطر. بضيفه وبتركه هيك مع بعضهم شي 5 دقايق اكتر شوي. اذا لقيتوها سميكة المرقة فيكن تزيدوها شوية مي او مرقة دجاج، على هوا ما انتم بتحبوا السماكة بتتحكموا فيها.
وصفة كتير سهلة، فيكن تعملوها قبل بيوم. تساووا بس الدجاج مثلا قبل بيوم تقلوه، وتاني يوم تطبقوها. يعني كتير سهلة الوصفة وكتير طيبة. قدمتها مع بطاطا بوريه، فيكن تقدموها مع أي شكل بتحبوه، بطاطا، معكرونة، فيتوتشيني، فيكن أي شي. بتمنى تعجبكم، بتمنى ما تنسوني من اللايك والشير، وتكبروا لي قناتي لحتى تكبر عيلتنا. شكرا كتير لكم، شكرا لكل الصبايا الجداد اللي انضموا جديد، بحبكم كتير. باي.